السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلقاتنا اللي كنتناولوا فيها مواضيع الساعه. موضوع الحلقه ديال اليوم هو قضيه قديمه هزت الراي العام المغربي، قضيه قديمه ولكن الحكم جديد. يالله البارح ليله الاربعاء 12 يوليوز 2023 تصدر الحكم في قضية تهامي بناني. القضية ديال اليوم من أشهر قضايا الاختفاء اللي عرفها المغرب، والدليل على هذا الشيء هو أن مدة التحقيق فيها طالت مدة 16 سنة، من 2007 حتى سنة 2023، وبالضبط ليلة الأربعاء 12 يوليوز 2023. العديد من المواقع الإلكترونية والجرائد مثل هيسبريس والحرة قالوا بأن القضاء المغربي قال الكلمة ديالو الأخيرة في هذه القضية ديال تهامي بناني. صدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء البارح بالليل ليلة الأربعاء 12 يوليوز 2023 حكم بإدانة جوج صحاب ديال تهامي بناني، وحكمت عليهم ب40 سنة متفرقة ما بيناتهم 20 عام كل واحد، غرامة بقيمة 60,000 دولار. كيفاش وعلاش المحكمة صدرت هذا الحكم وشنو هما الدلائل اللي استندت عليها؟ بقاو معايا حتى نهاية الفيديو ونعاود لكم التفاصيل كيفاش صدر هذا الحكم. بزاف ديال الناس اللي عارفين هذه القضية ديال تهامي بناني، ولكن كاين بعض الناس اللي ما يكونش عارفين يعني التحقيق ديالها كيفاش مر طيلة هذه المدة من 2007 حتى 2023. غادي نحاول نعاود لكم القصة ديال تهامي بناني باختصار. الأم ديال تهامي بناني اللي هي سميتها حياة بناني كانت استضفتها واحد القناة ديال بلادنا 24 تقريبا هذه شي 15 يوم، ولخصت القصة فيما يلي. تهامي بناني من مواليد 1989، قاصر ومراهق، كيقرا في الاولى باك. على حساب الروايه ديال مو حياة بناني، واحد النهار 14 مارس 2007 مشى تهامي بناني مشى للمدرسه ديالو، كان داخل مع الجوج، وبالصدفه ديك النهار جا للدار باش يتغدى، ومنين يخرج باش يمشي للمدرسه مو طلات عليه باش تقول ليه عطيني التليفون راه بغاتو اختو الصغيره. ملي طلات عليه شافتو غادي مع صحابو اللي كيقراو معاه في الليسي. من النهار اللي تختفى فيه الولد تهامي بناني، من النهار اللي مشى مع صحابو اختفى ما بان، واللي خلى الام تشطمات عليه بزاف. ومنين صبح الحال مشات للثانويه كتسول عليه، ومن تما كانت الصدمه الكبرى. الحارس العام ديال الثانويه كيبلغها بان تهامي بناني وصحابو ما جاوش البارح الثانويه. وفي الثانويه اللي كيقرا فيها تهامي بناني وصحابو تما لقات حياة بناني اشاعه كتروج ما بين صحابو كيقولوا بان تهامي بناني خدا واحد الجرعه اللي هي كبيره من المخدرات وكانت هي السبب ديال الوفاه ديالو. من بعد ما قدمات حياة بناني شكايه، مشات لبرنامج مختفون كتقدم نداء تلقى ولدها. جلات القضيه من 2007 حتى 2012 على اساس انها قضيه اختفاء. طالت المده من 2007 حتى 2012. جات حياة عند الكاتب العام لجلاله الملك وتما حياة تصدمات. قضيه ديال تهامي بناني تحولات لكازا، ولقات حياة بناني بأن القضية اللي كانت مسجلة على أساس أنها قضية اختفاء تحولت إلى قضية القتل العمد ضد مجهول. ومن ثم تحولت القضية ديال تهامي بناني إلى الفرقة الوطنية. الفرقة الوطنية اللي معروفين كيقوموا بتدقيق اللي هو معمق. حتى العام 2019 الفرقة الوطنية دارت معاينة للمكالمات الهاتفية ديال صحاب تهامي بناني. ما تأكد الفرقة الوطنية بأن تهامي بناني راه مات اوفردوز. ما تأكدت الوفاة ديال تهامي بناني ولكن بدون جثة. تشدوا اصحاب ديال تهامي جوج بتهمة القتل العمد واخفاء الجثة. بعد 16 عام من الاختفاء القضاء المغربي كيقول الكلمة ديالو في قضية تهامي بناني. رجعت قضية تهامي بناني الى الواجهة، وحكمات غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكم في قضية
تامي بناني. الحكم هو بإدانة جوج الأصدقاء ديال تامي بناني وبالسجن 20 عام لكل واحد فيهم، غرامة مالية بقيمة 60,000 دولار. وبالرغم من صدور هذا الحكم بالإدانة ديال 20 سنة سجنا للأصدقاء ديال تامي بناني بتهمة القتل العمد وإخفاء الجثة، هادشي ما بردش القلب ديال العائلة ديال تامي بناني، خصوصا الأخ ديالو طارق اللي أول مرة غادي يظهر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وصرح بأنه في واحد اللقاء قال لهم اول مره غادي نعسو غادي نرتاح. وحياه بناني قالت لهم في احد من التصريحات ديالها من بعد صدور الحكم بان هذا الحكم ما بردش ليها قلبها، وان الشيء اللي غادي يبرد ليها قلبها هو انها تعثر على الجثه ديال ولدها تامي بناني. كنتمنى انني كنت خفيفه على قلوبكم وانني وصلت لكم اخر مستجدات ديال قضيه تامي بناني اللي ما بقاش كتعتبر قضيه عاديه، ولات قضيه الراي العام. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس. خليت لكم راحه الله ومع السلامه.